عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. تألق وتميز مهاجم المنتخب التونسي في البطولات الأوروبية يضع جلال القادري الناخب الوطني للمنتخب التونسي في وضعية صعبة جدا قبل أيام قليلة من الإعلان عن قائمة اللاعبين لمواجهة كل من بوتسوانا يوم 7 سبتمبر ضمن تصفيات كأس إفريقيا، والمباراة الودية أمام الفراعنة يوم 12 سبتمبر. وضعية محرجة جدا أمام جلال القادري، خاصة وأن هذا التألق جاء هذه المرة من أقدام عديد اللاعبين الذين لم يتم استدعائهم في المرة الأخيرة لمواجهة كل من غينيا الاستوائية ضمن منافسات كأس إفريقيا والجزائر وديا، حيث أنه منذ التحاق اللاعب التونسي حمزة رفيعة إلى صفوف فريق ليتشي الإيطالي تمكن من تقديم مستويات جيدة ونيل ثقة مدربه الإيطالي روبرتو دافيرسا. وقد تمكن رفيعة يوم أمس من هز شباك فيرونتينا عبر تسديدة جميلة جدا، مساهما بذلك في تعادل فريقه أمام فيرونتينا هدفين لمثلهما، واقتلاع نقطة تضع فريقه في المركز السادس ضمن منافسات السيري آ بعد مرور جولتين كان قد شارك فيهما بشكل أساسي. كذلك اللاعب سيف الله الطيف الذي قدم مباراة ممتازة يوم أمس وساهم في فوز فريقه وينترثور السويسري أمام لوزان ضمن منافسات الجولة الخامسة بنتيجة 5-2، وذلك بتسجيله لثنائية في ظرف 4 دقائق فقط، علاوة على المهاجم التونسي علي يوسف الذي يستعيد عافيته بعد الإصابة، وقد قدم بالأمس مباراة جيدة مع فريقه هاكن السويدي، وقام بتسجيل الهدف الرابع لفريقه بعد 17 دقيقة فقط من دخوله في التشكيلة. لهنا نوصل لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة، ما تنساش تعمل جيم وتشترك بالقناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا.